السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إخواني في هذا الفيديو الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال، واللائحة ديال المنتخب الوطني اللي خرجت البارحة 4 أكتوبر. اليوم جبنا 14 لاعب اللي كانوا معنا في المونديال كاينين في هذه اللائحة، 14 من 26. إذا على 50% اللي ما كاينش اللي كانوا معنا في المونديال. غنقول لكم اللي كانوا معنا في المونديال ما كاينينش في هذه اللائحة بطبيعة الحال. بطبيعة الحال عم بداو عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، كاين انس الزاروري لاعب بيرلي الانجليزي، كاين عبد الحميد الصابري لاعب الفيحاء السعودي، كاين الياس الشاعي لاعب البطولة الانجليزية، كاين زكريا بولا لاعب تولوز الفرنسي، كاين سفيان بوفا لاعب الريان القطري، جواد الياميق لاعب الوحدة السعودي، كذلك اشرف داري لاعب بريست الفرنسي، وليد شدير لاعب بطولة ايطاليا برونينزي، احمد رضا التقنوتي حارس المغرب الفاسي، كاين بدر بانون لاعب قطر القطري، يحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي. وغنكتشفوا هاد اللاعبين 14 اللي بقاو من المونديال حتى هاد اللائحه ديال اكتوبر. هناك جوج لاعب بسبب الاصابه، سفيان بوفا زكريا بوخلال، هما ديك الساعه كيجيو 16 و10 ما كاين. المهم 14 من 16 غنبداو بياسين بونو حارس الهلال السعودي، والحراس الجيدين والعالميين بطبيعه الحال. حارس كبير، حارس قوي صراحه، من الحراس الكبار اللي كاينين في العالم بطبيعه الحال، اللي هو ياسين بونو حارس كبير صراحه، ومن الحراس اللي كيجيدوا اللاعب بطبيعه الحال. غنمشيو الحارس الاخر اللي هو منير المحمدي حارس الوحده السعودي، كان معنا بطبيعه الحال في المونديال 34 عام، من الحراس الكبار اللي كاينين في العالم حتى هما، ولكن للاسف ما عندوش حظ لانه ما حرجش الفروق كبيره. بونو بدون ما حرج الفروق كبيره، اتلتيكو مدريد ما كانش حارس اساسي، واشبيليا فقط. صراحه كانوا كيستحقوا المسيره الكرويه احسن من هذه اللي جوزوا بطبيعه الحال. لا بونو ولا المحمدي، خصهم شي حاجه اكثر. غنمشيو لرقم 3 اللي هو غالب سايس لاعب الشباب السعودي. اذا هاد الثلاثي كامل في السعوديه. غالب سايس اللي كان معنا في المونديال القطري، وهو عميد المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد صراحة، من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، وعميد المنتخب الوطني المغربي. قلت انا عدد 14، الان ان شاء الله وصلنا لثلاثة. بعد تعرفنا على حارس المرمى وحارس المرمى، وهذا قلب الدفاع بطبيعة الحال. غنمشيو للاعب اخر اللي هو بدوره قلب الدفاع وعنده 27 عام، اللي هو بطبيعة الحال نايف اكرد. نايف اكرد اللي كيلعب في ويست هام الانجليزي، من اللاعبين الاساسيين. كما بونو اساسي، المحمدي ماشي اساسي، السايس اساسي، اكرد اساسي. اذا نايف اكرد من اللاعبين الاساسيين داخل المنظومه وداخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد، لاعب صراحه قيمه كبيره كيعطيها المنتخب الوطني المغربي، اللي هو نايف اكرد من خيرات اللاعبين اللي عند النخبه الوطنيه بطبيعه الحال. لاعب قوي، لاعب كبير صراحه. نايف اكرد من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحه قيمه كبيره. غنمشيو عند الضاي الايمن اشرف حكيمي، 24 عام، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. لاعب قوي صراحة، من اللاعبين الكبار اللي عند النخبة الوطنية وعند المنتخب الوطني المغربي، اللي هو أشرف حكيمي. من اللاعبين الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي صراحة، اللي هو أشرف حكيمي بطبيعة الحال. هو اللاعب رقم 5، وكيعمل كظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، اللي شفناها انهزمت البارحه بنتيجه كارثيه امام نيوكاسل ب4-1 بطبيعه الحال. غنمشيو للاعب رقم 6 ناصر المزراوي، الظهير الايسر ديال المنتخب الوطني، وخا هو في الاصل كيعمل كظهير ايمن، ولكن هو في المنتخب الوطني كظهير ايسر، لاعب بايرن ميونخ الالماني. اخي، من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي صراحة ناصر المزراوي، لاعب قيمة كبيرة كيعطيها المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب في المستوى العالي صراحة. ناصر المزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، من خيرات اللاعبين. مشيو اللاعب رقم 7 بدوري ظاهر يسار طبعا حلوة، يحيى عطية الله، 28 سنة، من اللاعبين الأكفاء داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي، تكوين المغربي بطبيعة الحال عند اللاعب يحيى عطية الله، من اللاعبين المجدين في عملهم، اللاعب اللي مضاعق الجديد مع فريق الوداد لمدة سنتين. إذا يحيى عطية الله من اللاعبين الأكفأ داخل المنظومة وداخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب صراحة قوي، من اللاعبين الأقوياء بطبيعة الحال. ظاهر أيسر. غنمشيو اللاعب رقم 8 معانا بطبيعة الحال. غنمشيو عند سفيان أمرابط، من اللاعبين الأكفأ داخل المنظومة المغربية بطبيعة الحال. هذا اللاعب رقم 8 اللي معنا في اللائحة بطبيعة الحال. الآن وصلنا ل 8، احنا قلنا 14 لاعب اللي معنا في اللائحة، الآن وصلنا من هذا الفيديو هذا معنا 14، الآن وصلنا ل 8. هذا لاعب وسط ميدان، الآن مدرب مانشستر كيعملوا كظهير أيسر في مكان صعب جدا، ويعطي كظهير أيسر. المهم نمشيو
هو وسط ميدان دفاعي بطبيعة الحال. نمشيو عند لاعب رقم 9 اللي هو كذلك وسط ميدان، لاعب عز الدين أناحي 23 عام، لاعب أولمبيك مارسيليا، اللي اخترته أنا كأفضل ثالث لاعب في المنتخب الوطني صراحة في المونديال قطر، بعد سفيان أمراوطي ياسين بونو جبت عز الدين أناحي في المركز رقم 3 من خيرات اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي صراحة. عز الدين أناحي لاعب كبير، لاعب مقومات كبيرة صراحة، اللي هو أناحي عز الدين بطبيعة 23 عام وتكوين مغربي. الآن نمشيو للاعب رقم 10 اللي كان معنا في المونديال متواجد في هذه اللائحة، ووسط ميدان كذلك، اللي هو اللاعب سليم أملاح، لاعب فالنسيا الإسباني، من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحة، من اللاعبين الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي. الأساسية لا تناقش، لاعب اللي مشى إعارة الآن لفريق فالنسيا الإسباني، لاعب كبير، لاعب في المستوى صراحة، اللي هو سليم أملاح، من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي. الأساسية لا تناقش عند سليم أملاح داخل أسوار المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب صراحة من خيرة اللاعبين. نمشيو عند اللاعب الآخر بطبيعة الحال، لاعب رقم 11 اللي هو بلال خنوس، لاعب البطولة البلجيكية بطبيعة الحال، لاعب اللي صراحة 19 عام، قيمة كبيرة في خط وسط الميدان ديال المنتخب الوطني. صح ما بانش بديك المستوى الكبير مع المنتخب الأولمبي في كأس أفريقيا أقل من 23 عام، ولكن كيبقى اسم عنده، الاسم ديالو بطبيعة الحال داخل أسوار المنتخب الوطني المغربي. هناك حكيم زياش لاعب غالاتا سراي التركي، لاعب صراحة قيمة كبيرة في المنتخب وأساسية لا تناقش. كما عرفنا بلال خنوس أملاح وسط ميدان، حكيم زياش ظاهر أو جناح أيمن، وممكن يعمل لك تصانيع ألعاب صانع ألعاب في خط وسط ميدان ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير، لاعب في المستوى اللي هو حكيم زياش، وكيدخل في اللاعبين الاساسيين اللي عند الكوتش الركراكي بدون نقاش، ما كيتناقش. اصلا الركراكي كيلعب جياش اساسي. عبد الصمد زلزولي لاعب ريال بيتيز الاسباني، اللاعب ما قبل الاخر اللي معنا في هذه اللائحه هذه، لاعب صراحه 21 عام، باقي ما ضافش شي اضافه كبيره للمنتخب الوطني باش نكونوا كنهضروا نيشان. في المنتخب الاولمبي كان صراحه من افضل اللاعبين، كان لاعب واعر بزاف صراحه في كاس افريقيا، ونخسرته افضل لاعب مغربي في كاس افريقيا قبل من 23 عام، ديك الملحمه ديال يوليوز اللي فوزنا بها في كاس افريقيا بطبيعه الحال. انا نمشيو عند اللاعب اللي هو جناح ايسر بطبيعه الحال عبد الصمد، نمشيو عند اللاعب اللي كان معنا في المونديال بطبيعه الحال، لاعب واعر يوسف نصيري، لاعب اشبيليا الاسباني، من خيره اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب مميز، الضربات الرأسية البديعة، واعر الضربات الرأسية صراحة. يوسف النصيري فيها لاعب قيمة كبيرة، لاعب كبير، لاعب في المستوى الكبير اللي هو يوسف النصيري بطبيعة الحال، لاعب كيعتمد على القوة بطبيعة الحال، قوة كبيرة عند يوسف النصيري. هادشي اللي كاين. شكرا للجميع، كنشكر جميع الناس اللي غيتفرجوا هاد الفيديو من الأول إلى